بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم البيان التالي. وأرحب باسمكم جميعا بضيفي لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السعدان، المتحدث الرسمي لوزارة العدل بالسعودية. حياك الله يا شيخ عبد الله، وشكرا جزيلا لهذه الاستجابة الكريمة منك. حياكم الله دكتور عبد العزيز، نشكر لكم هذا اللقاء. أيها السادة، قبل أسابيع قليلة وأثناء الملتقى الأول للقضاء في مدينة الرياض، فجر والدنا معالي الشيخ صالح الحصين قنبلة من العيار الثقيل وهو يدافع عن القضاء بالمملكة، وقال نصا: إن طيش الصحافة وعدم اهتمامها بالأمر أساء للمملكة إساءات كبرى. القضاء مرفق الوطن وهو عرض الوطن، وأي إساءة للقضاة إساءة لسمعة الوطن وتشويه لكل مواطن. فما سبب العلاقة المرتبكة بين الإعلاميين والقضاة؟ أليس من حق أجهزة الإعلام وكتاب الصحف القيام بمهامهم وانتقاد تلك الأحكام العجيبة لبعض القضاة؟ لماذا طالب القضاة بسن قوانين لتجريم الإعلاميين؟ وهل من حقهم ذلك؟ أيها السادة، هل الصحافة تشوه القضاء؟ هو عنوان حلقتنا اليوم، وسنشرف بمشاركة كريمة من الدكتور محمد آل زلفة والأستاذ عبد العزيز السويد والدكتور محمد البشر. أيها السادة، أدعوكم الآن لمطالعة استفتاء حلقة اليوم. هل من حق القضاة سن قانون لتجريم الصحافة؟ نعم، لا أدري. أرسل رقم الإجابة المناسبة إلى الرقم 82700 لمشتركي STC فقط. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الله السعدان. دكتور عبد الله، أما وموضوعنا الرئيس العلاقة بين القضاء والإعلام، فدعني أحكي لك تجربة شخصية بجفاء القضاء لوسائل الإعلام. لم نجد قاضيا واحدا يوافق على الظهور معنا في هذه الحلقة سواك يا شيخ، ويعني بعد أن تعبنا كثيرا شخصيا، وأنا المحب للقضاة والقضاء، ولكنني إعلامي أقول بأن القضاة يتحملون جزءا كبيرا في هذه الجفوة. أنا أود أن أستمع إلى تعليقك. أولا أحب أن أعلن عن سعادتي بتحدثي إلى الجمهور الكريم وإلى مشاهدي هذه القناة، وإلى اللقاء مع الدكتور عبد العزيز قاسم. الأمر الثاني، أريد أن أشكر صاحب المعالي وزير العدل الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى الذي أمرني بأن أحضر إلى هذا الاستوديو وأن أتحدث وأشرف بالحديث مع المشاهدين الكرام. ولعل هذا الأمر والاهتمام من القيادة القضائية ممثلة في معالي وزير العدل يؤكد أن القضاء حريص على أن يتواصل مع الإعلام. ولا شك أن الدكتور عبد العزيز قد تحدث مع بعض الإخوان، ولكنه تحدث مع واحد أو اثنين أو من يعرفه 12 يا شيخ، ولكن القضاة 12 قاضيا، ولكن هذا العدد الذي يذكر قد لا يمثل إلا 2.5% أو 5%. فيجب أن لا يعمم هذا الأمر على جميع القضاة، بل الذي أنا أعرفه وأراه وأشاهده أن هناك شعور طيب من القضاة نحو المشاركة في وسائل الإعلام. ووسائل إعلامنا تجدها دائما تطرح كثيرا من الأمور القضائية، وتطرح كثير من الهموم ومن المشاكل، وما يأتي يوم إلا وتجد صحيفة سيارة تتكلم عن القضاء. هذا دليل على أن هناك تواصل. هل تسمحون أنتم في الوزارة يا دكتور عبد الله لبعض الشخصيات في جهاز القضاء
بالتحدث المباشر مع وسائل الإعلام، أم لابد يحتاجون إلى إذن خاص من الشيخ صالح بن حميد أو الدكتور محمد العيسى؟ التحدث الرسمي الآن منوط بمتحدث رسمي، وهذا وفقا لأحكام النظام. أما التعبير عن الرأي فالحرية مكفولة للجميع سواء كانوا القضاة أو غيرهم من المواطنين. جميل. أنا آتي من هذه النقطة الأخيرة أنه الآن ونتمنى الإخوة القضاة الذين تعبونا ونحن يعني نلهث وراءهم، ووسطنا دكاترة وفضلاء وشرعيين لكي يعني يشاركوا معنا، وكلهم أنا ظننت أن الشيخ يعني صالح الفوزان وصالح الحيدان والدنا حفظه الله ورؤيته للتعامل مع الإعلام هي السبب، لكن وجدت الأمر غير. فوبيا الإعلام ما زال يسكن كثير من القضاة يا شيخ، وأنا لا أقول هذه ورمية هذه التهمة جزافا، بل من واقع عشته. فلعلي أجير كلامك الأخير أنه يعني إذا بيظهر باسمه الشخصي ولا يتحدث عن الوزارة. طيب اصدق للقول. ألم يكن جميع قيادات القضاء يخرجون على وسائل الإعلام بما فيهم من ذكرت اسمهم؟ بعضهم، ولكنهم دخلوا في الأخير يحضرون ويشاركون في التلفزيون وفي الصحافة وبمقالات في كل الأحوال يا شيخ، في كل الأحوال أوصلنا الرسالة. لحظة، إذا ما ذكرت هو مبني على دراسة علمية واستبيانات وحصر، نعم. أما إذا كان انطباع شخصي فنحن نحترم كرأي شخصي لك من تجربة شخصية يا شيخ ومعاناتنا، وهم يسمعون الآن، والفضلاء الذين توسطوا يعرفون هذا. دعنا نأتي إلى موضوعنا الرئيس بعد هذه التوطئة الساخنة يا شيخ عبد الله، وأنت أتيت هنا لتتحدث عن العلاقة بين الإعلام والقضاء، ولم تأتي لتعلق على ما قاله الشيخ الحسين أو غيره. يعني فعلا في المؤتمر الأخير هناك اشتكى كثير من القضاة وقالوا بأن وسائل الإعلام وكتاب الصحف يؤثرون علينا، وطالبوا بسن قوانين تجرم من يسيء أو من يؤثر على الأحكام القضائية. أنا أريد تعليقك على هذا الشيء. على ماذا بالضبط؟ على هل هذه على المطالبة؟ أي نعم. جيد. المطالبة بسن الأنظمة إذا كانت مطالبة من باب العلم والفقه والمعرفة وأن الشخص مختص أو أن يرى أن هناك حاجة، فالحمد لله دولتنا ولله الحمد تعمل وفق نظام الباب المفتوح، والسياسة موجودة، والكل يستطيع أن يصل إلى أي رجل من رجال الدولة بسهولة، وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني أبوابهم مشرعة للناس، في كل أسبوع نجد أن الباب مفتوح فلك أن تتقدم. نعم. مجلس الشورى وهو يمثل السلطة التنظيمية في البلد مع مجلس الوزراء، هناك لجنة للعرائض، وهذه اللجنة هي التي تنظر في مثل هذه الأمور. فباب المطالبة لم يقل أحد بإقفاله، إنما سن الأنظمة نعم. هذا الأمر منوط بالسلطة التنظيمية التي جعلها ولي الأمر لتتولى سن الأنظمة في الدولة. لكن فعلا هنا سؤال، يعني هل فعلا ما يكتبه كتاب الصحف أو ما تتناوله وسائل الإعلام تؤثر فعلا على القضاة وعلى أحكامهم؟ أنا أود أن أسألك في هذه النقطة تحديدا يا شيخ. لا شك أن أي حراك وأي تواصل يحدث في المجتمع أنه سيكون له أثر. نعم. ولكن هل الأثر يكون مداه بعيد، وهل يصل إلى التأثير بأن يغير في الأحكام الموضوعية للقضاة؟ أنا أجزم بأن النظام في المملكة العربية السعودية أحاط القاضي بضمانات كثيرة وكفل له استقلالا تام، بحيث أن القاضي إذا جلس على منصة القضاء نعم. هو لا يستشعر أمامه إلا أنه يقوم بمسؤولية الفصل في المنازعات. نعم. وليس له وهو مستقل في جميع ما يقوم به خلال إدارته القضية. فلا أتوقع أن هناك قاضي سيخرج عن الحق من أجل أنه سمع أو نعم. رأى أو علم،
وإلا فالمتخاصمين أمامه كل منهم يدلي بحجته، نعم، وهو يفصل بينهم بالحق والعدل وفقا للآليات الشرعية والنظامية. نعم. أما أنه الإعلام نعم يؤثر، سيصل إلى درجة أنه سيؤثر في مسار القضية، فأنا أجزم أن هذا لن يصل إلى الحد الذي سيغير مجرى القضية.